هو انا اقدر اعلم نفسي ولا لازم اخد كورس؟ السؤال ده اتسألته كتير من ناس كتير، سواء عندي في المكان او في ناس دخلت خاص وسألتني. في الفيديو ده ان شاء الله هجاوبك، ومش شرط كلامي بينطبق على مجال التفصيل والخياطة فقط، ولكن انا هتكلم على اي حاجة انت حابة تتعلميها. سواء بقى انت حابة تعلمي نفسك، مثلا عايزة تحفظي نفسك قرآن او تاخدي كورس انجليش، او تعملي حاجة هاند ميد، او تشتغلي حتى لو تجارة، يعني انت عايزة تتعلمي تجري وتعملي وتشتغلي اونلاين. اي مجال في الدنيا متاح معاكي حاجتين، ان انت تعلمي نفسك او ان انت تاخدي فيه كورس. اول حاجة، اول سؤال هنا، هو انا اقدر اعلم نفسي؟ تقدري تعلمي نفسك وتوصلي لمستوى حلو جدا. دلوقتي اليوتيوب بقى كل حاجة فيه موجودة، وبتقدري تعلمي نفسك وتقدري توصلي بالممارسة لحاجة كويسة جدا، ولكن هتاخدي وقت طويل، ولازم يكون عندك صبر وعندك اصرار وعزيمة، يعني فوق الوصف، علشان تقدري تكملي. لان الانسان اللي بيعلم نفسه بياخد وقت وبيبقى فيه عقبات كتير في الطريق، اللي عقبال ما تعلمي نفسك الحاجة اللي انت عايزة تتعلميها. ولكن ده مش معناه ان انت ما تقدريش تعلمي نفسك الحاجة اللي انت نفسك فيها، ايا كان المجال اللي انت حابة توصلي له. هتجيبي فيه كتب وهتسمعي فيديوهات وهتبدأي تسألي وتطوري من نفسك وتمارسي. بالممارسة هتوصلي ان شاء الله لكل حاجة انت نفسك فيها، ولكن زي ما قلتلك الموضوع صعب مش سهل. طيب، اخد كورس؟ طب ايه نصيحتك ليا؟ انا نصيحتي ليكي ان انت لو متاح ليكي ماديا والوقت والمكان وكل حاجة انك تاخدي كورس، بجد خدي كورس، ما تكسليش وما يعني ما تستخسريش ان انت تاخدي كورس لو متاح ليكي ماديا، لان الكورس بيفرق معاكي جدا. اللي بتقدري تتعلميه في الكورس في شهر هتتعلميه في سنة واكتر لو بتعلمي نفسك. آه، يعني هتاخدي وقت كبير عقبال ما تعلمي نفسك، وقت ومجهود، وبيكون في عقبات في النص كتيرة جدا لو فعلا ما انتش يعني واخدة الموضوع تحدي قوي، والموضوع بالنسبة لك حياة او موت، مش هتكملي. بيبقى في عقبات كتير، في حاجات بتبوظ منك، في وقت بيبقى كبير وبتحسي ان انت مش بتنجزي. ف... فلو تقدري تاخدي كورس، لا انا بنصحك خدي كورس في المجال اللي انت نفسك تشتغلي فيه، ايا كان هو المجال، مش شرط مجال بعينه علشان تنجزي. ولكن لو انت مش متاح ليكي فامرك لله طبعا، هتضطري ان انت تستني تعلمي نفسك، وان شاء الله ربنا يعينك. اقرأي كتير، اكتبي الحاجات اللي انت نفسك تعمليها حتى لو ما عملتيهاش، مجرد انك كتبتيها مرة وبترجعي لها وبتبداي تقرأيها، ربنا بيعينك. ابدأي واستعيني بالله وربنا معاكي ان شاء الله.